هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده كلكم تكونوا في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. اول حاجة كده قبل ما نبدأ الفيديو، انا خلود ودي قناتي، اتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان خاطر يصلك مني فيديوهاتي كلها. حابة بقى كده اوجه سلامي لمشتركين جداد عندي من السعودية والعراق. عايزة اقولكم ان انتم منوريني على راسي من فوق. النهاردة بقى الفيديو بتاعنا روتين كده في المطبخ. عملت معاكم كده أكلة مصرية أصيلة. في ناس كتير ما بتحبهاش، مش واخدة يعني حقها قوي، وهي القلقاس. عايزه اقول لكم انا من محبين القلقاس قوي، ومن اول كده ما بينزل خلاص السوق احنا على طول بناكله قلقاس على طول. وجبتنا المفضله هي القلقاس. وعايزه اقول لكم ان خضار الشتاء يعني كله نزل السوق، والخضار الشتاء عموما كله حلو يعني بصراحة. ما فيش، احنا بنحب الخضار بنحب اي نوع من الخضار عايزين. اول حاجة كده بدأت معاها اعملها معاكم هي الرز. عملت كده كوبايتين رز، وانا كان عندي قلقاس وكنت جايباه يعني قبلها بيوم. مسكتها قطعتها وحطيتها في الفريزر كده، قلت يعني ايه مش هتقعد كتير، يعني ده هو الصبح انا هطبخها، فعلشان خاطر ما تبص مني حطيتها في الفريزر كده. حتى انتوا شايفين فكت على طول. كان عندي بقى شوربة قلت بقى ايه هعمل لهم القلقاس النهارده. بصوا دي طريقتي في القلقاس، وفي طريقة تانية طريقة ماما ان شاء الله بعملها معاكم في فيديو تاني. طريقتي بقى كده، انا حطيت القلقاس بعد ما الشوربة غلت، وبعد كده نزلت بقى في الخلاط بالسلق والكزبرة والثوم. ضربتهم كده مع بعض بشوية مية، وهاخد بقى المية واللي هو هيتبقى هصفيه طبعا. اللي هيتبقى بقى اللي هو التفل دوت انا هحمره. دي اسهل طريقة للقلقاس، انا عملتها بصراحة. في طريقة تانية طريقة ماما، هي الطريقة دي بتدي طبعا طعم تاني، يعني الطريقتين بصراحة مختلفين تماما. فان شاء الله زي ما بقول لكم هعملها معاكم. بصوا بقى هنا كده كان القلقاس كده اخد غلوتين، رحت مصفية بقى اللي هو اللي انا ضربته الكزبرة والسلق والثوم. بصفيهم كده في مصفى، وهاخد بقى اللي هو القشر اللي طالع دوت هحمره في الزيت بس كده. عايزه اقول لكم بقى ان القلقاس دوت ليه كذا طريقه، وكل بيت بقى ايه بيعمله بطريقته. فانا بصراحه هنا كانت اول مره اعملها، وعلشان انا بقى كنت تايهه كده مع ماما يعني. مش فاهمه بصراحه طريقه الشرح بتاعتها، قلت لها لا انا عايزه اشوف الحاجه عشان خاطر اعرف اعملها. فماما قالت لي بقى ايه حطي كله في الخلاط كده، وهيطلع برضو معاكم حلو، يعني هو برضو طلع حلو برضو مش وحش والله. وطبعا بقى ايه لازم نغسل كده المواعين اللي بتطلع اول باول، علشان خاطر مش عايزين كركبه في المطبخ، ومش عايزين كده نحس ان احنا خلصنا الاكل عندنا جبل من المواعين. لا، احنا نغسل كده كل حاجه بتطلع اول باول، بحيث بقى ان انتي خلاص هتغرفي الاكل. مش هتلاقي عندك مواعين كتيره غير هي مواعين الاكل اللي انتي يعني الغدا اللي انتي اكلتي فيها. غير كده وكده لو عندك كمان ضيوف مثلا ولا حاجة، اللي يخش عليكي المطبخ يلاقي المطبخ مترتب ونظيف ومفيش مواعين كتير. حتى لو انتي ما عندكيش غسالة اطباق، يعني انا ما حطيتش الخلاط في الغسالة، غسلته على ايدي على طول. عايزه اقول لكم بقى ان انا كنت جايبه برضو نعناع. انا من محبين ان الشاي بالنعناع كده وقت العصاري، يعني دي كده بتبقى احلى كوبايه شاي. فالنعناع يا بنات انا ممكن اشيله في التلاجة لمدة اسبوعين، ما بيبص وبيفضل اكنه طازة. فهقول لكم بقى على الطريقة. اول حاجة كده مسكت النعناع، نقعته علشان خاطر ينزل اي اتساخات فيه. فنقعته كده في بولة. بصوا هي طبعا البولة منزلة هي في المية، هي منزلة طينة طبعا. فنقعته كده شوية،
وبعد كده حطيته كده تحت المية الجارية. بتغسليه بقى كده كويس خالص عشان تنزلي منه، لان انا مش هفكه من الحزمة بتاعته. فعندي عايزة تنزلي اي تسيخ فيه اي طين والكلام دوت. فمسكته كده تحت المية وغسلته كويس. بعد كده بقى هنقعه في مية كده حوالي 5 دقايق. وهنا بقى كان القلقاس كده استوى. فقلت هعمل بقى الطشه بتاعته، عشان انا بحب اعملها لما تحسي ان القلقاس استوى خلاص وتطفي عليه. تعملي الطشه بقى، بتحطي شويه زيت كده، وبتنزلي باللي هو اللي كان في المصفى اللي احنا صفيناه، بواقي الكزبره والسلق والثوم. بتسيبيهم كده لحد ما بيتحمروا خالص. بصوا انا هوريكم، طبعا هو بياخد وقت طويل شويه يعني عبال ما بيتحمر، بس انا انجزت معاكم يعني في المونتاج. قصيت يعني حاجات كتير، بس هو بياخد وقت شويه يعني حوالي 5 دقايق كده. فنزلت هنا بقى كده الاول بالزيت، وسبت بقى اللي هو برضو اللي هو طالع منه دوت. اهو شايفين اللي هو التفل دوت، هنقوله عليه تفل مثلا. هحطه بقى في المطحنة، وطحنته ماما كانت بتدقه. فانا بصراحة ما دقتهوش، طحنته وبرضو اداني نفس النتيجة عادي. شغلت كده بقى المطحنة وطحنته. عايزة اقول لكم ان شاء الله باذن الله المرة الجاية لما هعملها معاكم في الكبة، اسهل بكتير بقى من ان انا اطلع المطحنة والكلام دوت. فانتظروني يعني، احنا لسه الشتا ما دخلش اساسا. اهو بقى نزلت كده بيه، وكانت الغدا بتاعي كان خلاص الحمد لله. انا بخش المطبخ هي مجرد اقل من ساعة. لو مش معايا انس يعني اكون خلاص خلصت الاكل كله. حتى والله ساعات لو بيبقى معايا انس، هي ساعة واحدة في المطبخ بخلص كل حاجة. نيجي بقى هنا كده للنعناع. هتجيبي بقى كوباية كده فيها 3/4 مية. هتحطي فيها النعناع كده زي ما انا حطيته، وهتغلفيه باي كيسة بلاستيك، اللي هي اكياس البلاستيك ديت. غلفيه بيها كويس جدا وحطيه في التلاجة، في باب كده التلاجة. بيقعد معاكي اسبوعين بالظبط، فريش وطازة وزي الفل، ما بيحصلوش اي حاجة. عكس لما بتسيبيه بره كده على الرخامة، بينشف وخلاص بقى. يعني بحس ان هو لا مش طازة، طبعا نشف. فبشيله بقى، بمسكه كده اقطفه، اشيله يعني افركه كده، وبخليه بقى اللي هو ايه النعناع الناشف. اهو بقى شايفين انا بس بتقفلي بكيس بلاستيك محكم كده، يعني بتحكمي الكيس من تحت، تقفلي كويس وبس. هنا بقى كنت دخلت كده على اوضه الاطفال، عايزه اغير كده المفرش بتاعها، وعايزه المع الاوضه برضو. فكنت جايبه هنا دي دفايه بتاعت السرير الكبير برضو كده، كنت حابه يعني اغير. فمسكتها طبقتها. انا بحب كده لما بطلع الحاجه برجع اطبقها تاني واحطها في مكانها، علشان خاطر يبقى كل حاجه زي ما بقولكم مهندمه ومرصوصه حلو. ما بحبش بصراحة اسحب واطبق واحط اي حاجة وخلاص، لا، انا برجعها تاني مكانها زي ما كانت ملفوفة الاول. فاخدتها كده لفتها ودخلت بقى كده على الملايات، حبيت برضو اغيرها. تغيير يعني، انا بحب التغيير. عايزه اقول لكم والله الملايات نظيفه وزي الفل. انا كنت لسه فرشاها يعني، بس انا بحب كده كل كام يوم اغير الملايات بتاعه السراير. وحتى كمان لما بشغل عليها الغسالة، ما بشغلش عليها دورة كبيرة، لا، بشغل عليها دورة يعني اقل دورة، علشان خاطر الملايات عندي بتكون نظيفة. فجبت كده بقى الجلانس ولمعت، عشان السرير فيه ستانلس كده. لمعت السرير. عايزه اقول لكم لمعت السرير ولمعت الدولاب. انا فرشت اوضه الاطفال. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي هنزلها معاكم يعني معاكم باذن الله. فدي كده لقيتها لازقه في السرير، مش راضيه تطلع، مش عارفه ايه بصراحه، مش راضيه تطلع تماما. طلعت كده بقى الطقم دوت. انا عارفه ان الطقم ده صيفي، بس انا زي ما بقول لكم ده تغيير. الصبح في الشمس بتتشمس كده، وبحس ان هي بترجع تعلى تاني.
فان شاء الله ان شاء الله بقى ايه، انتوا بس شجعوني كده باللايك وبالكومنت الحلو، وانا ان شاء الله ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات كتير. يعني احنا ان شاء الله هيبقى معانا يوم السبت والاثنين والخميس باذن الله، هنزله كده 3 ايام في الاسبوع، فادعولي بس كده. نفضت بقى كده هنا المرتبه. عايزه اقول لكم انا جبت كفر للمرتبه حلو قوي، بيحمي يا بنات المرتبه من اي اتساخات بقى. انا عايزه اقول لكم بصوا مرتبه الاطفال عندي جداد، يعني ما حدش كان بينام عليهم بصراحه، ف ما فيش عليهم اي اتساخات. مرتبه اوضه النوم للاسف ما كنتش جايبه، يعني ما كنتش جايبه الكفر، ف للاسف بقى عليها اتساخات جامده. فعملت وصفات كتير، مفيش حل ان انا اجيب شركه تغسلها. بس بقى كده فرشت كده، يعني اي شكل كده، يعني مش لازم الشكل التقليدي قوي. فرشت كده الشكل ده، عملته زي مثلث، ودخلت بقى كده على السرير التاني برضو فرشت كده الملاية. هو الطقم ده الكوفرتا جاي مع الملايات، لان الكوفرتا دي على وشين برضو، يعني وش ميكي ماوس والوش اللي هو القطة. طمنوني بقى عليكم، اخباركم ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا بفرح جدا لما اي حد بيكتب لي كومنت، بجد ببقى فرحانه قوي، بنزل ارد عليه كمان على طول. ولو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. وهنا برضو كده فرشته، هظبطه الشكل، هعملها برضو مثلث، وبكده اكون خلصت الاوضه. وبلمع برضو لان الدولاب فيه برضو ستانلس كده زي السراير، فبلمع بقى كده. عايزه اقول لكم بقى كده احلى لحظه بقى، خلاص بقى انا خلصت الاوضه كده، دي احلى لحظه. يلا بقى اكتبولي في الكومنتات كده شطورة يا ام ايضا. قومي بقى تشجعي كده، لو عندك اوضه مش شرط ان هي تكون اوضه الاطفال، اوضه الليفينج، الريسبشن، مطبخ، اي حاجه، قومي كده تشجعي بقى كده على طول واعمليها. هتلاقي نفسك بقى حاسه كده براحه نفسيا. بجد البيت لما بيكون نظيف، انا واحده من الناس بحس ان راحتي النفسيه الحمد لله كويس، طالما ان انا مش قاعده مكركبه والبيت نظيف.